تفتكروا المطاعم لما بتعمل عروض تشتري بيتزا تاخد عليها 2 هديه بتبقى نفس الكميه اللي في الطبيعي ولا اقل؟ طول ما انا ماشي عمال اقابل اليافطه دي واليافطه دي واليافطه دي، وبتقول ايه بقى اليافطه دي؟ باي 1 جيت يعني هتدفع 8 بيتزا واحده وهتاخد 3. فاحنا ندخل ونشوف. هو عامه المنيو ده فيه اوفرات ياما قوي، بس احنا داخلين الاوفر ده وبالفعل طلبنا العرض ونزل لنا ال3 بيتزا دول. والاوفر ده بقى بيبقى عباره عن انك تشتري بيتزا لارج تاخد عليها 2 بيتزا ميديم ما عدا السي فود. ففي ظل الظروف اللي احنا فيها دي والناس عماله بتغلي وانك تلاقي العرض ده بالسعر ده، فبجد دي حاجه تحفه. لا وكمان يبقى براند مصري هو اللي عامل الاوفر ده. المكان حلو الصراحه، قعدته حلوه على البحر على طول. بس احنا مش جايين عشان القعده، احنا جايين عشان ريفيو ال3 بيتزا دول. طلبنا اول حاجه بيتزا زنجر اسمه، وعملنا لها اضافه وخليناها ستاف. وطلبنا بقى الاثنين ميديم، واحده تشيكن سوبريم والثانيه تشيكن باربيكيو. هو عامه انت ممكن تطلب اللي انت عايزه، بس انا حبيت اطلب. بصوا هي مليانه تشيكن كريسبي والسلايز مخدوم، اللي تشيكن مع رانش مع التركي مدخن مع الموتزاريلا تحفه. بلس بقى كمان الستافت كراست ده بقى بيعلي تيست الجبن في حته تانية. يعني انت لو بتحب البيتزا يبقى طعم الجبن فيها قوي قوي، هات ستافت كراست.